كلام ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ يعني ايه اغير اسم الاب بشهاده ميلاد؟ ده يبقى اسمه تزوير. انا هفهم سيادتك. المشكله بسيطه جدا، المشكله كلها ان الاسم اتكتب غلط. غلط يعني ايه يا استاذ؟ الاسم بحاله اتكتب غلط؟ ايوه. افهم من الغلط يبقى في حرف في نقطه، عمر بدل عمرو، عبد المجيد بدل عبد الحميد، لكن الاسم ثلاثي بحاله غلط. تدخل العقل دي ازاي؟ حشر يا سيادة. اصل ايه يا استاذ؟ اللي انت بتقوله ده يا استاذ ملوش فايده. اللي يطلب تغيير الاسم بسبب الغلط الام نفسها او المبلغ. والمبلغ هنا تمرجي في مستشفى الرحمه. حتى ده لو جايز خد عندك بقى، عايز اجراءات معقده جدا، محكمه وشهود وشغلانه. محكمه وشهود وشغلانه. ايوه ماشي. كتر خيركم والسلام عليكم. عليكم السلام. اظن بعد كده خلاص اخر سهم كان في ايدينا هو حكايه مكتب الصحه، وهو لطفي فشل فيها. ايوه، لكن في ورقه بقى عايز العب بيها. لو مسكتها في ايدي اقدر اخش المحكمه وانا مطمن. ايه ممكن نعرفها؟ شهاده طبيه تثبت ان عبد القادر بيه ما بيخلفش. ما بخلفش ازاي؟ انا عندي ولد عنده 9 سنين يا استاذ، واحسان دي عرفت وهتثبت ده. من 9 سنين لغايه النهارده مفيش اي عرض طبي ممكن يحصل يخليه غير قادر على الانجاب. ممكن ولا مش ممكن؟ هو ممكن، بس يعني بس ايه يا استاذ لطفي، كل شيء طبيا ممكن. احنا بقى هندور على اللي يدينا شهاده طبيه تثبت ان سعادتك ما بتخلفش في الوقت الحالي. شهاده مزوره يعني؟ طب ما هو سهل جدا اثبات ان الشهاده دي مزوره. وهي المحكمه هتاخد شهاده الدكتور وتروح ناطقه بالحكم؟ مش ممكن طبعا، على مهلكم شويه يا جماعه. انا هحاول اجيب الشهاده دي من دكتور واثنين وثلاثه. المحكمه هنا هتلاقي نفسها قدام اكتر من تقرير بيقول ان سعادتك غير قادر على الانجاب. وبعدين؟ اسوأ الفروض، افرض ان المحكمه ما اقتنعتش بالتقارير دي وحولتك على الكوميسيون، والكوميسيون كمان اثبت انك قادر على الانجاب. هنا بقى في اختلاف راي بين الدكاتره، نستغله احنا بقى لصالحنا في المرافعه. بس هنلاقي 3 دكاتره منين يقولوا كده؟ يا استاذ لطفي، كل فئه فيها الكويس وفيها الوحش، ويمكن نسبه الكويسين في الدكاتره وفي غيرهم كتير جدا. دي يمكن النسبه دي بتاعت 99%. مهمتي انا بقى ادور وادعبس في ال1% الفاضلين والاقي منهم 3. دي شغلتي. بس على فكره العمليه دي هتكلفك كتير. ما يهمكش فلوس، انا مستعد ادفع اي مبلغ يطلبوه. الوليه احسن دي طلعت لنا منين؟ مدوخانا بعملتها السودة دي، مفيش حد قادر يعقلها. مين؟ مين؟ أنا خالد بسطاوي، افتح يا حسان. مساء الخير يا حسان. مساء الخير يا خالد، اتفضل. انت لسه لوحدك؟ جرى ايه يا بنت الناس؟ هتفضلي عايشه هنا على السطوح وهو عايش في بيته مع مراته الاولانيه؟ خلاص يا خالد، هانت، هتتحل ان شاء الله. مش كفايه هربتي معاه واتجوزته في السر لما امك انقهرت وماتت بحسرتها، وبعدين جيتي تستسمحي لي وسامحتي، لكن يرميكي ويرمي ابنه بالشكل ده يبقى ازاي؟ لا يا خالد، ما تقولش كده، ده بيجي يزورنا كل يوم تقريبا. يا فرحتي، وليه ما ياخد لك الشقه انت وابنك؟ ايوه يا خالد، ما هو ايه يا حسان؟ ولا في حاجه تانية مخبيها عليا؟ لا ابدا يا خالي، اصل هو اسمه ايه؟ اسمه؟ لا يا خالي ارجوك بلاش اسمه يا خالي، قريب قوي كل شيء هيتحل. لا هو انت فاهمه ان ما اقدرش اعرف هو مين؟ لما هعوز اعرف اسمه هعرفه، منك ولا مش منك هعرفه. هتعرفه طبعا يا خالي، لما نيجي لحضرتك انا وهو طنطا وانا هعرفكم ببعض. اهلا بيكم مع بعض في طنطا، لكن الاهم من زيارتكم ليه زياره عايز اعملها لكم في بيتكم انتم الاثنين، وابنكم يبقى في حضنكم ان شاء الله يا خالي، باذن الله. على فين يا خالي؟ ما تقعد تشرب الشاي. لا معلش، الدنيا اتمست بيا. مع السلامه يا خالي. مع السلامه يا خالي. اوعي تفكري ان كلامك ده دخل دماغي، لكن المره الجايه انا ليا تصرف تاني.
حبيبي بابا، انا زعلان منك لانك بقيت بتيجي بالليل متاخر ومش بتديني فرصه ابوسك قبل ما انام. كنت فين يا عبد القادر؟ كان عندي شغل كتير. يا سلام، مطلوب مني اصدقك واطبطب عليك واقول لك يا مسكين يا غلبان، مش كده؟ في ايه يا زهيره؟ انت ايه اللي جرالك؟ انا اللي جرالي ولا انت اللي احوالك متغيره اليومين دول؟ يعني ايه احوالي متغيره؟ راجع من الشغل تعبان وهلكان، بدل ما تقولي لي كلمه حلوه تقابليني بالموشح ده. عبد القادر انت ما بقتش زي الاول. انا حبيبتك وشريكة عمرك، ما تخبيش عليا حاجه، احنا عمرنا ما خبينا حاجه عن بعض. انت ليه مصره اني انا مخبي عليكي حاجه؟ لاني حافظك كويس. الحب اللي بينا وعشرة 11 سنه خلوني احس بيك امتى مهموم وامتى تعبان. انا لا متضايق ولا مهموم. انت في حاجه مضايقاك في شغلك؟ انا صيغتي كلها تحت امرك، انت اللي جايبها لي يا عبد القادر. صيغه ايه بس اللي بتتكلمي عليها؟ انا مش محتاج لحاجه والشغل ماشي كويس والحمد لله. امال ايه اللي مضايقك بس؟ ده انا هتجنن. حبيبتي انا مش عايزك تحملي همي، هي مشكله صغيره هتنتهي ان شاء الله وكل شيء يبقى تمام. عبد القادر، انا ماليش في الدنيا دي غيرك، انا ما بطيقش اشوفك متضايق. خلاص حبيبتي، مش هتشوفيني متضايق تاني. يعني هتفضل كاتم في قلبك الزعل؟ لا يا حبيبتي، خلاص مفيش زعل. في واحد بره اسمه بسطاوي ابو النور عايز يقابل سيادتك. ايه بسطاوي ابو النور ده؟ راجل لابس جلابيه. طيب ما تشوفيه عايز ايه؟ مرضيش يقول لي، بيقول ان عايز حضرتك في موضوع عائلي. موضوع عائلي؟ السلام عليكم. أنا بسطاوي بالنور، خالي حسان. اتفضلي انت يا ولفت. ما رضيتش أقول للسكرتيرة بره إني خال مراته. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ مرات مين اللي انت خالها؟ مراتك يا سعادة البيه، أم ابنك أحمد. انت اكيد مجنون. إيه اللي يخلي جوازكم يفضل في السر على طول؟ إيه اللي يمنعك إنك تلم مراتك وابنك في بيت وتعلن جوازكم؟ إنك متجوز؟ ولما أنت متجوز كنت غويتها على الهرب وسببت لنا الفضيحة ليه؟ وانت طلباتك ايه دلوقتي؟ طلبات أنا قلتها لك، وإلا قسما عظما هقتلها وأقتل ابنك، والدبان الأزرق ما هيعرف لجتاتهم طريق. وبعدين حاجة صفي حسابي معاك. اقتلها واقتل ابنها، لان لا هي مراتي ولا ابنها ده يبقى ابني. هي حصلت تنكر مراتك بعد كل اللي عملته؟ وإذا هي هانت عليك، هان عليك ابنك؟ بتنكر ضناك؟ ايوه بنكره لانه مش ابني. اخص على الاخلاق. هي دي برضو الرجوله يا اولاد البندر؟ اسمع يا سيد بسطاوي، انت اللي تسمع. انا هدي لك فرصه كمان، فرصه واحده بس. اذا ما اتهدتش ورجعت لعقلك ما تزعلش بقى من اللي هيحصل.